حلويات العيد كل سنة وانتم طيبين. الجو حر جدا، وطبعا احنا محتاجين حاجة كده ترطب على قلبنا رغم اللحمة والحاجات الكتيرة اللي في العيد دي. فمحتاجين حاجة خفيفة، وكمان انتي مش محتاجة تقفي. يعني الواحد اشتغل كتير قوي، فعايز حاجة يعملها سريعة وسهلة وفي نفس الوقت تكون جميلة جدا. هنعمل مع بعض النهاردة تورتة الايس كريم. مش هتاخد منك وقت خالص خالص، ولا مجهود ولا اي حاجة، وفي نفس الوقت النتيجة هايلة، تحفة جدا جدا جدا. فرحي اولادك بحاجة بسيطة خالص. يعني بجد لذيذة جدا جدا جدا، والمقادير ان شاء الله هتكون موجودة عندك ومتوفرة بإذن الله. البساطة اللي الطريقة دي بيها هتبهرك فعلا. بصي بقى، أن عندك شوية كريم شانتيه، حوالي كوباية أو كوباية ونص حسب المقدار اللي انت عايزاه. قد الكريم شانتيه ممكن تحطي ماء مثلج، يعني ميه متلجه قوي، او تحطي حليب المتوفر عندك. مش شرط ابدا ان انت تحطي حليب، بس الحليب طبعا بيديها طعم حلو يعني، لكن الميه المتلجه بتديكي نفس الطعم. وهنحط مع الكريم شانتيه كيس لبن بودر، او ما يعادل 3 معالق من اللبن البودر. تمام. يبقى حطينا كريم شانتيه. عايز تحطي كوبايه ماشي، عايز تحطي كوبايه ونص براحتك، انما المقدار اللي انا هعمله ده خد كوبايه ونص. حطيت كمان 3 معالق من السكر البودر، ممكن تحطي معلقتين بس لو مش بتحبي الحاجه مسكره. هو مش هيحتاج سكر لان هنحط حاجات برضو هتخليه طعمه جميل جدا. هنضرب بقى الكريم شانتيه زي ما انتم شايفين كده مع الحليب مع المكونات اللي حطيناها. وزي ما بقولك مش محتاجين حليب. بصي بقى، سر المطة الجميلة دي اللي هتبقى موجودة هي السكر البودر. يعني حطي سكر بودر، ما تحطيش سكر حبيبات. معلقتين او 3، دي حاجة ترجع لك، يعني التحلية دي حسب الرغبة. بعد كده بقى اي فاكهة موجودة عندك، عندك كيوي، عندك فراولة، عندك توت، عندك عنب. اللي عندي عنب وبرقوق، فانا هقطعهم صغير كده وهضيفهم. بس طبعا احلى حاجه في الوصفه دي الفراوله. انا عن نفسي بحب الفراوله. طبعا تقدري تحطي اي فاكهه انت بتحبيها، مانجا، خوخ، اي حاجه. بقطعها صغير كده عشان تبقى كلها قد بعضها. قطعت كل كميه الفاكهه اللي عندي وهحطها. يعني لو جبتي عنب وطلع حادق مش مشكله حطيه، جبتي خوخ وطلع حادق حطيه. اي فاكهه كده فايضه عندك من العيد حطيها. كمان اشتريت كيسين من البسكوت الساده ده، برضو اي نوع، بس النوع ده كويس، فيري ده حلو. كيسين 2 ما شاء الله، قطعوا كمية حلوة وكان مقدار مظبوط جدا. لو حطيتي كوباية واحدة بس من الكريم شانتيه مع كوباية من المية الساقعة، ممكن تحطي كيس واحد من البسكوت. بنكسره كبير، ما نكسريهوش صغير. ليه؟ علشان هو اما يدخل جوه الوصفة يبقى ظاهر كده، تحسي بيه. هنقلب كل الحاجات دي مع بعض. وشفتي بقى في منتهى السهولة. هتقلبيها في قالب براحتك بقى، قالب مستطيل، قالب مدور، قالب مربع، ايه القالب اللي عندك. بس اهم حاجة انك تغلفي القالب بستريتش زي كده او بكيس بلاستيك، علشان خاطر تقدري تقلبيها بعد كده. لما نحط الايس كريم بتاعنا نضغط جامد، لازم نضغط كويس قوي عشان ما يطلعش مفرغ، عشان لما نحطه في الفريزر ويطلع ما يبقاش فيه فراغات. هنسويه بقى كويس ونغطي الوش بتاعه تماما ببلاستيك برضو، يعني اما استرتش زي ده او كيس بلاستيك نفتحه ونغطيه بيه. مهم ان احنا نغطيه قبل ما ندخله الفريزر. كده انا غطيته، وهحطه في الفريزر بقى ساعتين 3، على حسب ما يتجمد معانا. بعد كده لما نطلعه هنبدأ اننا نفكه كده زي ما احنا شايفين. بعد كده بقى التزيين ده يرجع لك ويرجع للحاجات اللي موجودة عندك في البيت. عندك شوكولاتة فرماسيه، عندك فاكهة، اي حاجة تقدري تزيني بيها. ممكن ما تزينيهوش خالص عادي، يعني تسيبيه من غير تزيين. بس بصراحة الشوكولاتة اللي انا حطيت على الوش دي بتدي طعم حلو في الاكل، يعني بيبقى لذيذ برضو. ممكن على فكرة تحطي مكسرات، يعني لو عندك سوداني تجرشيه وترشيه، او شوكولاتة تبشريها وتحطيها.
التزيين ده او اي فاكهه زي ما قلت لك، التزيين ده حاجه ترجع لك انت وترجع لذوقك. بعد كده بقى بنقطعها. انا حبيت قوي التقطيعه دي عشان هتطلعها لي زي الجاتو بالظبط، بس ده بقى ايه، ايس جاتو. نعملها شكل مثلثات كده، جميله جدا. اوريلك بقى من جوه تحفه، طعمها لذيذ قوي قوي قوي، وتنفع وتناسب الحر الشديد اللي احنا فيه ده، وما اخدتش منك وقت خالص ولا مجهود، ومكونات بسيطه بقى التلاجة تقريبا. شايفه الجمال، طعمها بقى احلى ايس كريم ممكن تجربيه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم والوصفه عجبتكم. متنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك منا كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.